والله لا. يا عم وديها البحر ولا اعمل لها بانيو. فيديو مهم جدا، لازم نخلي بالنا من المعلومة دي ونصلي على النبي. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. يعني ايه؟ يعني اطفالك، طفلك ده امانة، كل راع مسؤول عن رعيته. انا مش ان انا حكايه اجيب فلوس واحطها في البيت او ادي زوجتي وخلاص وانتهى كده، دور انتهى. هي تربي وهي تنصح وهي تعلم وتعرفهم دينهم، لا. تبقى انت ازاي عايش ازاي؟ فين القائد؟ هي يمكن تعبت، عايزه حد ينصحها، عايزه حد يفهمها، عايزه حد يدير المسؤوليه شويه. فانت مش معنى كده ان انا اجيب في فلوس او ان انا مسافر واروح اقعد كل 5 سنين اجي والاقي الدنيا باظت وابني، اصل ابني باظ عنده 16 سنه. يا سيدي دلوقتي عايز يتجوز، انت كنت فين؟ سيدنا النبي قال علموهم على 7 واضربوهم على 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، ما ناموش جنب بعض الولد جنب البنت، او يعني العكس. ان امكن. فاحنا لازم نخلي بالنا من اطفالنا، نخلي بالنا من الزوجه، ننصحها وتكون سكن ليها. انت راعي، انت القائد، لازم تدي حنيه وتدي نصايح وتعلمهم دينهم. والطفل بيبقى في الفتره اللي هو الصغير ده بيجلد الوالد والوالده. خلي بالك من اسرتك، وخلي بالك عشان ما تظلمش روحك وتظلم اللي حواليك. صلي على النبي، متابعتك هتخلينا نستمر في نشر الخير وننشر الفيديو. والسلام عليكم.